قبل ما أجاوبك على السؤال ده حابة أعرفك هو أصلا إزاي بيتم قراءة القرين. عن طريق خدمة بتكون مع الشخص اللي بيحاول إنه يطلع على أسرارك من خلال قرينك. يعني الخدمة اللي معايا هي اللي بتحضر القرين بتاعك وبتستجوبه. ومن هنا أدام عندي القدرة على إني أنا أستجوب قرينك، أقدر بنفس الخدمة إن أنا أخلي القرين يمحو ذاكرتك بعد استجواب. يعني بما اني عندي القدرة على اني اقرأ اسرارك عن طريق القرين بتاعك، لاني بتكلم معاه، لان انتي مش محجباه او مش مأيداه بذكر الله، فبالتالي هو مباح ليا اني انا اسأله، او مباح لاي ساحر او حد معاه خدمة انه يطلع على اسرارك من خلال قرينك. ومن نفس ذات القرين اقدر اخليه انه يمحي جزء من ذاكرتك، مش ذاكرتك كلها. حجم معين او مدة زمنية معينة اقدر من خلالها ان انا امحي الذاكرة بتاعتك. وبكده بالفعل اكيد يتم محو ذاكرة الشخص بعد استجوابه. والطريقة زي ما قلتلك عن طريق القرين. اما بقى التفاصيل وازاي وبلا بلا بلا، فدي كلها طرق لاصحابها، بس من خلال الخدمات الخاصة بالجان.